ينتظروا نقطة وحيدة، لكن نطمع للفوز في مباراة احتفالية استعراضية. يخلط الأوراق من جديد في هذه اللحظات. هذه تسديدة قوية لم تكن على البال ولا على الخاطر. بابوش يسدد ونادر المياري في أصعب اختبار. هذا هو الاختبار الأبرز حتى الآن بالنسبة لشكوك مباراة، ولكن حذاري من بابوش اليوم. هذه تسديدته، هذه قوة بابوش. وجد المنفذ وجد المساحة، سدد مباشرة. وهذه للأمانة كانت صعبة عليك يا عنكبوت، هذه كانت صعبة عليك يا نادر. هنا في الزاوية البعيدة واحد ممتاز. وجب التركيز في المباراة عوض الاحتجاج على حكم اللقاء، والنتيجة بطاقة صفراء مجانية. هنا التسديدة من بابوش. الثاني للمولودية. غريب جدا، غريب ما يحصل في هذه اللحظات باحتجاجه على حكم المباراة. جاء الخطأ، جاءت الكرة، التسديدة القوية. كيف مرت عليك يا نادر، وكيف مرت على الجدار الدفاعي. غريب ما يحصل للوداد في هذه اللحظات. هنا التسديدة طبعا لإنقاذ ماء وجه المولودية في مسار الإفريقي، وكذلك ليبعث برسالة بأن المولودية فعلا كان ضعيف جدا على مستوى المباريات الإفريقية، ولكن بهذه الصورة قادر على العودة على مستوى المحلي. إذن نادر المياغري في تنفيذ الخطأ. أكيد تصلكم أصداء أنصار النادي المولودية. الشعب يريد 4-0. أكيد من شاهد مباراة الترجي والوداد بملعب المنزه أكيد لن يصدق بأن من أجبر الترجي على التعادل بملعب المنزه أن يقدم هذا المستوى وهذا المردود أمام المولودية الذي يلعب مباراة تحصيل حاصل، ولكن تهمه جدا لتصحيح المسار والعودة بقوة على الوجه المحلي. مستوى التمرير كما شاهدنا من جانب اللاعب فابريس. لاحظوا الأخطاء، لاحظوا الأخطاء. الثالث في الطريق، الثالث في الطريق. نعم الثالث في الطريق، فعلها المولودية. الثالث يسقط الوداد بهذه الطريقة. شيء محير جدا، شيء محير جدا. أخطاء بالجملة، أخطاء كارثية لتحقيق الانتصار في هذه المباراة. شاهدوا الخطأ الفادح. مراد لمسن صعد كثيرا ونسي الدفاع. مرت الكرة على بنكجان. كيف مرت عليك يا بنكجان؟ لاحظوا سوء التموضع ليوسف رابح. يوسف وبنكجان ومراد لمسن انتقدناكم كثيرا في المباريات السابقة، واتضح بالملموس بأن خط دفاع الوداد يعاني كما عانى في اللقاءات السابقة. شاهدوا اللقطة، شاهدوا اللقطة وشاهدوا الهفوة. الكل يتحمل مسؤولية الهدف. من وسط الميدان للدفاع تركوا المجال للاعبي المولودية يصولون ويجولون، يتحركون بحرية تامة ليأتي الثالث في مرمى نادر المياري.